صباح الفل واهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم احمد الحديدي. النهارده اول مره اصور الصبح، لقيت عندي وقت فاضي فقلت اعمل لكم حلقه كده. السبب الرئيسي اللي خلاني ادخل الجيم واتمرن وكده هي الاجسام بتاعت هوليوود. يعني اول مره شفت فيها فيلم ذا بانشر للناس اللي شافته، اللي هو بتاع توم جان. كنت مبهور قوي بالفورمه بتاعته وقلت انا لازم اوصل للجسم ده، خصوصا ان هو كان طويل شويه، فقلت انا عايز اوصل للجسم ده. فكان ده السبب او الحافز اللي خلاني ابدا انزل الجيم، مع اني ما كنتش بحب مال الاجسام خالص، ما كنتش بحب اصلا الناس اللي بتروح الجيم، فبدات الجيم عشان خاطر الجسم ده. وطول عمري بصراحه كنت دايما معجب بالاجسام بتاعت هوليوود اكتر من الناس اللي هي بتاعت البادي بيلدينج او اللي هي بتدخل بطولات، اللي هي الناس الماسيف قوي. دايما كان عندي شغف ان انا اعرف الناس دي بتتمرن ازاي وبتاكل ازاي والكلام ده كله. ولكن طلع الحاجات اللي هم بيقولوها في المقابلات اللي بيعملوها غير صحيحه تماما. لما بدات افهم عن النيوتريشن وعن التمارين، وكمان عرفت السايكلز بتاعت الهرمون، عرفت ان الناس دي بتحور تحوير السنين. لما بيجي ممثل عايز يعمل فيلم، غالبا في اغلب الاوقات بتلاقي الممثل ده اصلا ما بيتمرنش او ما بيكونش شخص رياضي، او بيكون بيتمرن بس يعني اللي هو ايه، مش واخدها اللي هو لايف ستايل ماشي على دايت 100% وكده. وده طبيعي لانه وقته دايما مشغول، زائد ان جسمه لازم يتغير بناء على الدور بتاعه. زي واحد مثلا زي كريستيان بيل اللي اتغير جسمه 100,000 مره في خلال مراحل حياته، وده شخص يعني جبار بصراحه، ان هو يعرف ان هو يطلع بوزنه بالشكل ده وبعدين ينزل بالشكل ده وبعدين يبقى شكله عادي افريج وبعدين يبقى عنده كتله عضليه كبيره. ولكن معظم الناس ما بتبقاش بتتمرن اصلا، بيبقى شكلها اوت اوف شيب طول السنه. تيجي مثلا تحضر لفيلم فبتدخل بقى على تمارين تكون عنيفه جدا ويمشوا على دايت قاسي، وبيبقى فيه شويه صوص بيتحط، وهو ده اللي هنتكلم عليه في الحلقه النهارده. النهارده هنتكلم على انواع مختلفه من الاجسام، والاجسام دي هتعبر عن اهداف الناس. يعني هتلاقي في ناس مثلا وزنها تقيل شويه فعايزه بس تخس من غير ما يكون عندها اي عضلات، وفي ناس تانية عايزه انها تنزل نسبه الدهون وكمان تحمل شويه عضل، وفي ناس تانية عايزه تبقى ماسيف او تبقى ضخمه. فاحنا هنتكلم على كذا نوع من الاجسام، وهقول لكم من وجهه نظري وعلى حسب البحث اللي انا عملته الناس دي وصلت للاجسام دي ازاي. خلينا ناخد اول كيس، وهي مش كومبليكيتد او مش معقده تماما، هي واضح انها كيس عاديه. يعني واحد كان وزنه تقيل شويه زي جونا هيل. جونا هيل كان وزنه تقيل، يعني باين ان هو اوبيز، ونزل بوزنه نزله جامده جدا لدرجه ان هو بقى شكله شخص تاني اساسا. جونا هيل كان في معظم الافلام بيظهر ان هو وزنه تقيل او اوفر ويت، وبعدين جه في جامب ستريت في 2014 مع تشانينج تاتيوم بدا ان هو جسمه ينزل شويه، وبعد ما وزنه نزل رجع تاني في فيلم وور دوجز في 2016 زاد تقريبا 40 باوند اللي هو 20 كيلو، راح نازل وراح طالع تاني. ولكن الفورمه بتاعته او جسمه نزل، اعتقد ان هو طبيعي 100%. ممكن يكون خد حوارق دهون معينه ولكن ما خدش اي ستيرويد، فده جسم ممكن توصل له طبيعي. يعني لو حد اوفر ويت ممكن يوصل للجسم ده لو عمل دروب في الكالوريز بتاعته وعمل دروب محسوب، يعني بيعمل عجز سعرات حراريه بكميه محسوبه زي ما اتكلمنا في فيديوهات كتير قبل كده. ممكن تتفرج على فيديوهات تانية اللي انا اتكلمت فيها عن طريقه نزول الوزن بالطريقه الصحيه، مش تروح تاكل وجبه واحده في اليوم وطبق سلطه ونص فرخه والكلام ده كله، لان في الحاله دي مش هتكمل. فلما بتعمل عجز سعرات حراريه 400 كالوري او 500 كالوري في اليوم، وبتاخد بروتين كافي، وبتعمل مجهود خلال اليوم ان انت مثلا بتزود الستبس، بتلعب كارديو ستيري ستيت او حتى تنزل تجري، طالما انت مش في دماغك ان انت تزود كتله عضليه لا محاله هتخس لو فضلت مستمر على النظام ده وفضلت مستمر على الدايت ده. فهو غالبا عمل كده، خد الموضوع اكستريم شويه. ممكن يكون خد حوارق دهون زي ما انا قلت، ممكن يكون خد مثلا كلين بيترول. كلين بيترول طبعا ما بيتصرفش بروشيتا، مش او تي سي، فلازم يتصرف لك. هو مش ستيرويد ولكن ما بيتصرفش الا للناس اللي عندها مشاكل، مثلا مشاكل ربو وحاجات زي كده، او خد اي حوارق دهون تانية عاديه اللي هي بتتباع اوفر ذا كاونتر. فالفورمه بتاعت جونا هيل طبيعيه 100% اعتقد، وممكن اي حد في جسمه او اقل منه مثلا ممكن يوصل لها طبيعي. وجونا هيل دلوقتي محافظ على جسمه، يعني جسمه رفيع زي ما هو، مختلف تماما، تحس ان هو شخص تاني خالص عن الشخص اللي كان ظهر في افلام زي سوبر باد او سيتر. يعني جود فور هيم. فدي اول فورمه، الفورمه دي طبيعيه 100%. تعال بقى ندخل في الجد، تعال بقى نخش على الفورمه اللي ممكن تكون مشكوك فيها شويه، اللي هي بتاعت كريس برات في جارديانز اوف ذا جالاكسي. كريس برات هو اللي كان طالع اسمه اندي دواير في سيت كوم اسمه بيركس اند ريكريشن، اكيد هتعرفوه من جارديانز اوف ذا جالاكسي. لما عملوا انترفيو مع الترينر بتاعه وعملوا انترفيو معاه، قال لك ان هو كان بيتمرن 4 ساعات في اليوم. فكون ان انت تتمرن 4 ساعات في اليوم وتوصل للجسم ده، فدي اكتر حاجه بتزود الشك فيك. يعني دي اكتر حاجه بتقول ان انت بيحصل لك ريكفري بشكل سريع جدا. الريكفري ده مش هتوصل له وانت جسمك طبيعي، وخصوصا ان انت اصلا ما كنتش بتتمرن قبل كده واتمرنت لفتره قصيره. ولكن الفورمه بتاعته ممكن تتحقق طبيعي. ولكن حته ان هم قالوا انه بيتمرن 4 ساعات في اليوم وما اعرفش ايه، ده بيخلي كلامه موضح للشك. ممكن يكون خد حوارق دهون معينه زي الكلين بيترول مثلا او حاجه عشان تساعد مع الكالوري
الكالوري ديفست او الدايت اللي عامله، ولكن زي ما قلت الكلام اللي قالوه ان هو ما عرفش بيتمرن 4 ساعات في اليوم والكلام ده كله بيخلي كلامه موضوع للشك. اتكلم في ان هو بيتمرن مرتين في اليوم توتال 4 او 5 ساعات، ما فيش وقت اصلا ان انت تعمل فيه ريكفري وان انت تريبير المسل تيشوز اللي انت فرتكتها اثناء التمرين. ثالث واحد هنتكلم عليه وهو وولفرين او هيو جاكمان. هيو جاكمان من ضمن الناس اللي عملت فورمه جامده جدا. لو تلاحظ ان هو مع توالي الاجزاء بتاعت وولفرين كل مره بيتحسن تقريبا، فتقريبا كل مره بيحط حاجه زياده، ممكن مثلا بيظبط الدايت شويه. طبعا في ماسل ميموري بتبقى موجوده او ذاكره عضليه. ولكن في انترفيو عمله مع كريس واليس ساله، قال له انت كنت بتتمرن ازاي وكده، قال له ان انا اي لاف وولفرين وما اعرفش ايه. ولما جه ساله على موضوع ان هو خد ستيرويدز ولا لا، ده كان رده. Over the years people have wondered, did he juice? Did he take steroids? No. I love my job and I love Wolverine. I got to be careful what I say here, but I had been told anecdotally what the side effects are of that, and I was like, I don't love it that much. I'll be honest, that's not the most convincing rebuttal. طبعا في اول جزء من وولفرين او اول ما ظهر خالص طبيعي الفورمه طبيعي 100%، ولكن بعد كده الاجزاء اللي بعد كده لما تيجي تبص على الفورمه دي صعب شويه، خصوصا ان هو ما بيتمرنش طول السنه. يعني هو جسمه كويس كجينيتكس، جسمه سليم وكده، ولكن مش عنده ماسل ماس طول السنه. فكون ان هو في خلال 4 أو 5 شهور او 6 شهور ان هو يعمل فورمه زي دي وفي نفس الوقت يوصل لنسبه الدهون دي، فالموضوع بيبقى صعب شويه. فهل وولفرين او هيو جاكمان خد ستيرويدز؟ ممكن يكون خد ستيرويدز بكميه قليله جدا. صراحه رده لو انت شفت طريقته وهو بيرد على السؤال بتخليك ان انت لا تشك في الموضوع. لو جيت بصيت على شكل جسمه ممكن تقول ان هو خد ستيرويدز بجرعه مثلا قليله، ممكن يكون خد 180 مللي جرام 200 مللي جرام، ضاف عليها مثلا انافار او ضاف حوارق دهون تانية زي الكلين بيترول. من ضمن برضو الفورم الفشيخه اللي ظهرت في 2023 هي الفورمه بتاعت جاك جيلنهال في فيلم ساوث باو. فورمه جامده جدا. هل طبيعي ولا لا؟ 100%، وابصم بالعشره ان هو مش طبيعي. الفورمه طبعا حلوه جدا، ما تكلمش على اي ستيرويدز او اي حاجه، ولكن لما جم سالوا برضو المخرج وجم سالوا الترينر وما اعرفش ايه، قالوا له ان الراجل كان بيتمرن 6 ساعات في اليوم، كان بيتمرن في لاس فيجاس في الجيم بتاع فلويد ميويذر اللي هو البوكسر، وقال ان هو كان فاحت نفسه في التمرين وكان كوميتد جدا او ملتزم جدا بالتمرين، لدرجه ان التمرين وهوسه بالجيم وكده اثر على علاقته باليسا ميلر وهي الجيرل فريند بتاعته. طبعا تاني كون ان انت بتتمرن 6 ساعات في اليوم ممكن اصدقها، ممكن تتمرن مثلا مرتين او 3 مرات في اليوم، تلعب ويت ليفتنج مثلا مرتين وتلعب مره كارديو انك بتحضر بالظبط الماتش او حاجه. بس فكره ان انت تتمرن تاني الكم ده كله من الوقت وفي نفس الوقت يحصل لك ريكفري وان انت تبيلد ماسل ماس، ده اكتر حاجه تحطك تحت الميكروسكوب ان انت شخص بتاخد ستيرويدز. مش هينفع ان انت يحصل لك ريكفري بشكل طبيعي لو انت ما بتاخدش ستيرويدز وبتتمرن الوقت ده كله. فهل هو خد ستيرويدز؟ طبعا مش هيقول، ولكن هو خد ستيرويدز. ممكن يكون خد جرعه تستوستيرون مثلا 250 ل 300 مللي جرام، ممكن يكون ضاف عليهم بروفيرون عشان ينشف النشفان ده وعلشان يوصل للدراينس ده، ممكن يكون ضاف ماسترلون، ممكن يكون ضاف برضو انافار قبل ما يبدا الفيلم بتاعه. طبعا خلينا نقول حاجه، ان الجرافيكس والايديتس اللي بتحصل في الفيلم برضو بتساعد على ان الممثل نفسه يكون لين اكتر او يكون شكله ناشف اكتر، زي الناس اللي هم ظهروا في سبارتا اللي هو فيلم 300 تلاقي كلهم مشرخين وعضلات بطن، شكله في جرافيكس كتيره ملعوبه في الموضوع. طبعا اكيد الممثلين جسمهم جامد جدا بس الجرافيكس ليها عامل كبير. فجاك جيلنهال اعتقد ان هو مش اعتقد اكيد 100% خد ستيرويدز. طبعا تاني الترينر او المخرج او حتى هو هيحور، مش هيقول بشكل مباشر ان هو خد ستيرويد. حتى جاك جيلنهال استضافوه في بودكاست قبل كده وما اتكلمش خالص على موضوع الستيرويدز، ومفهوم ان هو ما اتكلمش على موضوع الستيرويدز ليه. عارف انا ممكن احترمه لو هو مثلا قال انا حابب ان انا ما اتكلمش عليها مثلا، ولكن ما تجزمش على ان انت ما خدتش ستيرويدز. لو حد مثلا على سبيل المثال انا ممثل مثلا وخدت ستيرويدز وحد سالني مثلا في بودكاست او برنامج انت خدت ستيرويدز ولا لا، فانا مش عايز اقول ان انا خدت ستيرويدز عشان ما يضرش بسمعه الفيلم او سمعتي او الايرادات بتاعه الفيلم كمصداقيه مثلا مع الناس وكده. ممكن ما اقولش علشان احتراما للناس التانية اللي اشتغلت معايا، ولكن كون ان انا اقول لا انا ما قربتش على الستيرويدز، انا ما خدتش ستيرويدز، دي المشكله بالنسبه لي انا شخصيا. رابع واحد وهو زاك إفرون. زاك إفرون عمل فورمه فشيخه في باي واتش. تقريبا الفورمه ممكن تكون شبيهه شويه بالفورمه بتاعه جاك جيلنهال. جاك جيلنهال ممكن يكون اضخم شويه، ولكن زاك إفرون 100% خد
ستيرويدز في باي واتش. خد ايه بقى؟ ممكن يكون خد تستوستيرون بجرعه صغيره، ولكن ركز اكتر على الحوارق لانه كان لين جدا. ممكن يكون خد ترمبلون، النشفان وشكل العضله اللي هي الماتيوريتي ممكن تكون خد ساعتها ترمبلون. ترمبلون من اسوأ الستيرويدز اللي ممكن تاخدها، قذر جدا بالنسبه لموضوع المود. مودك بيتغير بشكل سريع جدا، بتحس ان انت يعني فجاه مبسوط فجاه زعلان، بيعمل عرق، بتعرق كتير وانت نايم، بتحس ان انت عندك شهوه جنسيه طول الوقت، فقذر جدا بصراحه. ممكن يكون خد جرعه ترمبلون قليله مع التستوستيرون، طبعا لازم تستاك تستوستيرون. وعلى فكره لو خد حتى حاجات مثلا زي الانافار اللي هو ستيرويد بيبقى اضراره اقل شويه من الستيرويدز الثانيه، لازم يضيف تستوستيرون كبيز، فهو اكيد خد ستيرويدز 100% ولكن بنسبه قليله. طبعا مفيش حد اتكلم على الموضوع ده. لما جم سالوه وسالوا الترينر بتاعه عن نوعيه التمارين اللي كان بيمارسها، وكان بصراحه رد واقعي اكتر من الناس الثانيه اللي فضلت تهري. فقال ان هو كان بيتمرن 3 ايام في الاسبوع، وكانت التمارين بتاعته انتنس اكتر من ان هي تاخد وقت. يعني كان بيخش يدخل سوبر سيتس في بعضها، بيلعب كارديو بشكل سريع، هاي انتنسيتي كارديو، بحيث ان هو يحرق كالوريز اكتر. فكان بيحاول دايما ان هو يقلل المده بتاعه التمرين، ويحاول ان هو يخلي التمرين انتنس اكتر، وده مفهوم يعني كلامه منطقي. فكان بيتمرن بس 3 ايام في الاسبوع. فانت لو اتمرنت 3 ايام في الاسبوع وخدت ستيرويدز اللي هو خدها، اكيد هيوصل لفورمه جامده جدا. فيلمه الجديد ايرن كلو عمل فورمه مختلفه تماما عن الفورمه بتاعه باي واتش. تحس ان الفورمه بتاعه باي واتش كانت اكتر اشيك. الفورمه بتاعه فيلمه الجديد تحس انها بتاعه حد بودي بيلدر او حد ريسلر، وهو فعلا بيلعب دور ريسلر او مصارع. ففي خلال تحضيره للفورمه بتاعه الفيلم الجديد 100% خد ستيرويدز، وكمان زود الجرعه. يعني اعتقد ان هو زود جرعه التستوستيرون، يعني اقل حاجه 300، ممكن يكون معدي كمان ال 500، لان هو اصلا ما بيتمرنش. هو شخص مش بيباك او مش عنده كتله عضليه كبيره طول السنه بيحاول ان هو يحافظ عليها. هو شخص جسمه بيسيبه عادي. فكون ان انت تعمل فورمه برضو في خلال 6 شهور وتحضر لفيلم بالسرعه دي، معناها ان انت خدت شويه صوص. من ضمن الحاجات اللي خدها اكيد 100% خد ترومبلون. برضو شكل العضل ده والتقويره بتاعه الكتف والكلام ده كله 100% خد ترومبلون. ونيجي لاخر فورمه وهي المفضله بالنسبه لي، كريس هيمزورث. انا بحب فورمته جدا في فيلم ثور، بالرغم ان انا بكره الفيلم. الفورمه اللي عملها تحفه، لان هو ضخم وفي نفس الوقت شكل جسمه استيتيك او شكل جسمه حلو، في وسط رفيع، في كتاف عريضه وكده، فشكل جسمه تحفه. كريس هيمزورث هو جيناته حلوه، يعني من زمان، من اول ما ظهر في افلام قبل كده، حتى افلام رومانسيه، ما كانش محتاج ان هو يبقى ان شيب 100% يعني. فكان شكل جسمه حلو، جينيتكس حلو، يعني وسطه رفيع وكتافه جينيتيكلي عريضه. لما بدا ان هو يتمرن وبدا ان هو يحافظ على النيوتريشن وكده، بدا جسمه يبان. ولكن في فيلم ثور ده يا معلم خد ستيرويدز بكميات كتيره ممكن تكون معديه جاك جيلنهال، اكيد 100% معديه جاك جيلنهال. طبعا هو جيناته احلى منه، احلى من جاك. في جرافيكس طبعا مأثره على الدراينس بتاع العضل او النشفان بتاعه والحجم بتاعه وكل حاجه. ولكن لما كان بيظهر في انترفيوز او كان بيظهر في مهرجانات اللي هو الكاميرا مصوراه عادي، كان باين ان هو ضخم. فالكتله العضليه اللي هو اكتسبها ادعي ان هو خد جرعات تستوستيرون تتعدى ال 500 او 600 مللي جرام. اعتقد ان هو خد ترمبلون، لان التقويره بتاعه الكتف بتاعته دي تقويره ترمبلون. انا خدت ترومبلون وعارف التقويره بتاعت الكتف دي بتيجي ازاي. وخليني اقول لك بصراحه، انا ما عنديش مشكله شخصيه مع الناس اللي هي بتختار انها تاخد هرمونات، يعني ده قرار شخصي وانت حر بتحط ايه في جسمك. ولكن الناس اللي هي بتبيع برامج تمارين وتغذيه وبتوهم الناس بشكل مباشر او غير مباشر ان هم ممكن يوصلوا للفورمه بتاعتهم لو اشتروا البرامج دي، الناس دي انا عندي معاهم مشكله. يعني الناس دي مشكلتي فعلا معاهم كبيره، لان انت بتدي امل زائف للناس. الناس بتدفع فلوس وبتوهم الناس ان هم ممكن يوصلوا للفورمه دي، وعمرهم ما هيوصلوا لها، من رابع المستحيلات. برضو انا عندي مشكله مع الناس اللي هي بتظهر في الانترفيوز، اللي هم المخرجين او المدربين، يقول لك الراجل كان بيتمرن 4 و5 ساعات في اليوم ومش عارف ايه. طب ما تقول انا مش عايز اتكلم عن الحاجات اللي خدها مثلا، او مثلا زي ما جوي روجن قال مثلا في بودكاست بتاعه مره، قال لك ان في واحد صاحبه عامل بودكاست برضو. يعني جوي روجن عنده واحد صاحبه بودكاستر او بيعمل بودكاست، استضاف واحد برضو، جوي روجن ما قالش اسمه، استضاف واحد ممثل. الممثل ده بيلعب دور سوبر هيرو، يعني ممكن بقى يكون جاك جيلنهال، ممكن يكون هيو جاكمان، ممكن يكون زاك إفرون، ممكن يكون كريس ايفنز، ممكن يكون اي حد من اللي هم بتوع المارفل. بيقول لك ان هو الممثل ده قبل ما البودكاستر او الراجل اللي هيستضيفه يبدا، قال له ما تكلمنيش في حته الاستيرويدز، مش عايز اعمل مشاكل للشركه اللي انا شغال معاها الانتاج، ومش عايز اعمل مشاكل للكرو بتاع الفيلم، لان ده ممكن ياثر على الانتاج. لان انت لو طلعت قلت ان انا خدت ستيرويدز، انت كده ممكن تفقد مصداقيتك، ممكن ناس
ناس تلاقيها اتهبلت قال لك لا مش هندخل فيلم. في نفس الوقت لو جيت فكرت فيها الناس يعني هم بياخدوا ستيرويدز عشان هو بيحاول يلعب دور سوبر هيرو، فلازم يكون شكله سوبر هيومن. بس ما تطلعش تقول ان انت كنت بتتمرن 6 ساعات في اليوم وفشخ نفسك في الاكل وبتاكل فراخ وبروكلي ورز وهو ده السبب للفورمه بتاعتك، لانك برضو زي ما قلت بتدي امال زائفه للناس، والناس بتحط امل ان هم ممكن يوصلوا للفورمه بتاعتك لو اتمرنوا 6 ساعات في اليوم و7 ساعات في اليوم. طبعا الناس بتفشخ نفسها وفي الاخر ما بتوصلش لحاجه، ومستحيل توصل للفورمه بتاعتك لو هم اتمرنوا طبيعي. فانا مشكلتي الاساسيه مع الناس دي. بس ده كان فيديو بتاع النهارده حبيت ان انا اكلمكم فيه. لو حابين النوع ده من الفيديوهات ممكن تقولوا لي تحت في الكومنتس. لو حابين ان انا اتكلم بقى على حد بقى بعينه اللي هو مثلا الشخص ده بالتفصيل ممكن يكون عمل ايه وكده ونحاول نهبط مع بعض، ممكن برضو تقولوا لي في الكومنتات. الكتاب بتاع هاو تو شريد اند جين اللي هو انا كاتب فيه تقريبا الخلاصه ازاي توصل للفورمه المثاليه، ازاي تظبط نظام دايت ليك بحيث ان انت توصل للهدف بتاعك، والاهم من ده كله ان انت تحافظ على جسمك ده طول السنه. هحط لينك الكتاب تحت في الديسكريبشن. الكتاب ده فيه الخلاصه والاساس اللي انا عملت عليه الفورمه بتاعتي ايام ما كنت بعمل بطولات، والفورمه بتاعتي دلوقتي اللي هي اقل بكتير من ايام ما كنت بدخل بطولات، ولكن انا ساتسفايد وراضي جدا بيها في كتاب واحد ب$10. لو في اي حد منكم عايز يتابع معايا حاسس ان هو بيتعلق شويه ومحتاج حد يتابع معاه وكده، ممكن يبعت لي على الايميل اللي هحطه تحت في الديسكريبشن. وده الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده في فيديو جديد. كان معكم احمد الحديدي. السلام عليكم.